أغلى قلاية هوائية في الجزائر، زعما تستاهل السعر ديالها. 4 سنين من اللي كسبتها وانا ندرس فيها، وباش حطيت هذا الفيديو باش ما نظلمها، ما نكون معاها. بصح زعما القلاية الهوائية صحية؟ هل الطبخ فيها آمن؟ علاش يقولوا تسبب السرطان؟ وعلاش نلقاو قلاية هوائية ب1,100,000 واحد أخرى ب7 ملايين؟ واش الفرق بيناتهم وكيفاش نختار القلاية الهوائية اللي توالمني؟ كل هذا الشيء راح نشوفه في فيديو اليوم. مرحبا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم مريومة، مختصة تغذية علاجية مختصة في طب الأعشاب. نقدم ريجيمات من مرميطة العائلة، ونقدم كذلك ريجيمات علاجية في الحالات المرضية. تلقوني في اليوتيوب بقناتين، ريجيم مع مريومة ومفاتيح الرشقة لمريومة. تلقوني عبر انستغرام وفيسبوك بنفس الاسم مريومة دايت، وإذا حبيتوا تجوني للتليجرام مرحبا بكم. في التليجرام تقدروا تتواصلوا معايا بطريقتين. الطريقة الأولى هي الانضمام للقناة الرسمية المجانية اللي نبارطاجي فيها معاكم يومياتي، بعض الأفكار، النصائح، الإرشادات، ومرة على مرة نفتح حصص مجانية لطرح الأسئلة، وكذلك بثوث مباشرة مجانية وين تقدروا تسقسوني الأسئلة المختلفة. أما الطريقة الثانية فكذلك عبر التليجرام، بصح في الخاص، يعني غير أنا وانتي، من أجل متابعة شخصية مدفوعة الأجر. نرجع للموضوع الأساسي نتاع اليوم، القلاية الهوائية. كما قلت لكم في المقدمة، 4 سنوات كاملة من اللي كسبتها كنت قادرة ندير عليها فيديو وانا نفتح في الكرتونة ونبدأ نشكر فيها، التي كنت أنتظرها ولقد اشتريتها وإنها رائعة، وانا نفتح في الكرتونة. بصح هل هذا الشيء تقبلوه انتوما؟ حاجة مازال ما جربتهاش وانا نقول لكم عليها هايلة، المهم اني نرجع دراهمها بالفيديو؟ لا انا ما نحبش هذا الشيء البنات، وتعرفوني مليح. 4 سنين وانا ندرس فيها باش ما نقول عليها مليحة وتخرج فيها عيوب، ما نظلمها ونقول ماشي مليحة وبالك أنا اللي ما عرفتلهاش. قولوا لي في التعليقات رأيكم في هذا التصرف. هذه القلاية الهوائية تعتبر أغلى قلاية هوائية في الجزائر، خلصتها ب6 ملايين في وقت الكورونا. اسكو دركا زادت ولا هبطت؟ الله أعلم. فيها بزاف مميزات، وهذا الشيء اللي خلى سعر تاعها يرتفع. من بينها انها طيب في طابقين، يعني 2 زون، وعاء سفلي متعدد الاستعمالات، وهذا الوعاء العلوي خاص بالمشاوي، عنده المقبض ديالو سهل الاستعمال باش ترفدوه وهو سخون ما يحرقكمش. انا هاد الميزه بزاف عجبتني، ودرك تشوفوا راح نجربها قدامكم وتحسوا باهميه هذه الميزه. الميزه الثانيه هذا العصا الدوار. القلايات الهوائيه الاخرى جينيرالمون تجي على شكل درج، اذا حطيتي فيها الماكله لازم انت يلي كل شويه وشويه تفتحيها، تنحي الدرج، تحركي هذيك الماكله باش تتوزع الحراره وتعاودي ترجعي، يعني هي طيب وانت واقفه قدامها. اما هذه فلا، هذا المقبض يبقى غير يدور، وهو اللي راح يوزع الحراره على كامل الاكل ويطيب لك بلا ما تبقاي تعسي فيه. الميزة الثالثة هو أنه ما نستعملوش ميم با ملعقة نتاع الزيت، وإنما الفشفاشة، نرشوا فقط السطح وإحنا فريناها، يعني اقتصادية من ناحية الزيت، ونستعملوا فيها زيت زيتون وما تخرج لناش الدخان، على خاطر مزودة بهذه القطعة اللي تمنع التدفق الحراري إلى الخارج. المبدأ نتاعها تاع الطياب هو الهواء الساخن، وهنا نجاوبوا على فكرة هل هي صحية؟ نعم صحية. القلاية الهوائية صحية بشرط، درك نهضروا هذاك الشرط. بصح كيفاش تخدم القلاية الهوائية؟ تخدم بالهواء الساخن، يعني عندك إناء مغلوق وفيه مكان وين يخرج الهواء الساخن بشدة كي شغل سيشوار، الهواء هذاك السخون هو اللي يطيب الماكلة، ما فيها لا إشعاعات، ما فيها حتى حاجة مضرة بالصحة. هواء ساخن يخرج بقوة في مكان محكم الإغلاق، الماكلة طيب. والحقنا لها. وعلاش ما لا يقولوا عليها ماشي صحية؟ على حساب نوع المادة اللي مخدومة بها، خاصة من الداخل، يعني الإناء اللي تحطي فيه الأكل. هذا سيراميك، على هذيك صحية وعلى هذيك غالية، مادة السيراميك غالية. الإناء تاع الطبخ درك تشوفوه من الداخل، وهذا الطابق العلوي بنزوج سيراميك. أما القلايات الهوائية اللي تلقاوهم رخاص في السعر فمصنوعين من الألمنيوم ولا من القصدير المسبوخ. هاد المادتين لما نزيدوا معاهم مصدر حراري ولو كان هواء فقط ساخن، راح يطلقوا المواد السامة نتاعهم على الماكلة. فهمتوني درك علاش يقول لك
قلاية هوائية صحية، واحد اخر يقول لك غير صحية. نصيحة ديالي ليكم، لما تحبي تشري قلاية هوائية لازم تتأكدي من وشنوها مخدومة، يعني المادة اللي مصنوعة منها من الداخل. على برا جينيرالمون نلقاوهم إينوكس حتى وتكون ألمنيوم، ما يهمش على خاطر فقط الهيكل الخارجي، ولا نلقاو كذلك بعض العناصر من البلاستيك المقاوم للحرارة. ما يهمكش الخارج، ما يهمكش، انت حوسي على الاناء اللي تحطي فيه الطبخه من واش مصنوع. اذا كان البائع ما خلاكش تفتحيها باش تقراي الداخل ولا على الكرتونه على برا ماشي مكتوب الماده المصنوع منها الاناء، ادي فقط الاسم وديري الابحاث نتاعك عبر الانترنت. لازم تكوني متاكده باللي الاناء تاع الطبخه مصنوع من السيراميك، سينو ما تشريهاش. شوفوا البنات، هاوليك الطابق السفلي الله يبارك كبير ونقدر ندير به حتى يعني وجبه عائليه، بصح اصبروا ما تكملوش هنا الفيديو البنات، مازالوا امور نهضر عليهم، ماشي تروحوا تجروا تشروها من بعد تقولوا مريومه كلختني. عندها عيوب لازم تسمعوا. من بين المميزات كذلك انه الخضر تشويهم بسرعه، يعني حتى وتكون عندك كميه كبيره ثم تنحي هذه تحطي هذه، تنحي هذه تحطي هذه، الماكله نتاعها تخرج بزاف بنينه وكل الفايده تبقى لداخل، حاجه ما تروح. يجي معها تطبيق في الهاتف اللي تلقاو فيه بزاف الوصفات، آلاف الوصفات باش تاخذوا افكار جديده، ما تبقاوش مربوطين فقط بالبطاطا المقليه. مزوده ب9 برامج واجدين، يعني ما تبقايش تخممي البطاطا شحال لازم لها وقت، الدجاج شحال لازم له سخانه، انواع الحلويات، البوراك، فقط تختاري البرنامج على حساب الطبخه نتاعك. اذا كان مصنوعه من السيراميك فهي صحيه وشريها، بصح هذه بالذات نقول لك العيوب اللي فيها. اولا الحجم الكبير ديالها في الجزء الخلفي وين كاين المحرك الموتور، كبير بزاف ويحكم بلاصه في الكوزينه. اذا كان الكوزينه تاعك صغيره وكل ما تجي تخدمي بها ترفديها تحطيها وتعاودي تخبيها ثقيله ورايحه تعبك. المشكل الثاني الصوت، ونديري راهو تراكتور داخل الكوزينه، الصوت تاعها بزاف عالي لما تكون طيب. المشكل الثالث ما نقدروش نقولوا عليها عائليه، على خاطر اذا كان اعتمدتي عليها باش ديري عشاء عائلي رايحه تبقاي تطيبي على عده مرات. مثلا نطيب الحساء ونزيد بها هي فقط البطاطا، ولا نطيب رز وبها نزيد هكا خضر مشويه حميس. مشكل اخر ويعتبر عيب كبير فيها الاستهلاك الشديد للكهرباء. كما قلت لكم نهضر على النوع هذا، الموتور تاعها بزاف كبير يستهلك الكهرباء. رغم التنويع في الاطباق اللي نقدر نديروا بها، لكن مازالني نستعمل الكسرونه والفرن وهي مخليتها فقط لاطباق خاصه. حاجه اخرى ما عجبتنيش فيها هذا العصا الدوار اللي داروه لها في الوسط، صح هو فكرة رائعة، بصح لو كان خمموا بطريقة أخرى بحيث أنهم لتحت يخليوا السطح ديالها مستوي. مثلا ما تقدريش تحطي فيها دجاجة كاملة، رغم أنه طيبها هايلة، بصح لازم تحطيها داخلها قطع، هذاك الوسطاني يجيني. المشكل الأكبر خليته للأخير، كامل نخمموا على القلاية الهوائية على جال البطاطا المقلية، لكن هذه للأسف ما تقدريش تديريها فيها على شكل أصابع. لما تبدأ الدور ويدخلهم الطياب يتكسروا ويتفتتوا. على هذيك البطاطا لازم نديروها داخلها مكعبات، نحطوها مباشرة نية بعد ما نشفوها مليح. البرنامج نتاعها 29 دقيقة، هنا راني حطيت كمية قليلة، قادرة نحط طبعا أكثر من هكذا، كان فقط من أجل التصوير. بصح من بعد فقت لها الفكرة أخرى أني نفور قبل البطاطا شوية، من بعد نحطها لها رايحة تاخذ لي وقت أقل. خلاصة القول، الشيء اللي يحدد إذا كانت هذه القلاية الهوائية صحية أم لا هو المادة اللي مصنوع منها الإناء الداخلي. نخليكم في أمان الله وحفظه، بالتوفيق للجميع، وغدا يوم أفضل إن شاء الله.